أهلا بيكم حبايبي في قناتي أصل الطبخ مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض السوسيس اللي ولادنا كلها بتحبه وبتطلبه. هنعمله بطريقة جميلة وسهلة بدل ما بتشتريه من بره بيبقى غالي، وكمان احنا مش ضامنين الحاجة اللي جوه اللي هم عاملينها دي حقيقية ولا لأ، سواء بالبانيه أو بأي حاجة تانية. الحاجات دي كلها مش مضمونة، فاحنا نعمله لولادنا في البيت أحسن. مقاديرنا عبارة عن ربع كيلو من البانيه، ومعانا بيضة واحدة وفص واحد توم، ومعانا فلفل أحمر عشان يدينا لون، ومعانا نص مكعب من المرقة، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة كبيرة بابريكا، ومعانا ملح وفلفل أسود نص معلقة ونص معلقة، ومعانا 4 معالق كبار من النشا. هاخد البانيه انا مقطعاه طبعا صغير علشان يبقى سهل عليا في الكبة ان اعرف افرمه. انتي لو عندك كبة كبيرة عن كده حطي الربع كيلو. انا هاخد حبة حبة وهبتدي كده ان انا افرمهم في الكبة علشان اللي عندي دي صغيرة. وبعد ما اتأكد من الكمية بتاعتي كلها ان هي اتفرمت تمام، هبتدي احط المكونات بتاعتي. طبعا السوسيس ده ولادنا كلها بتحبه و... وبيبقى مش مضمون فعلا اللي بره ده معمول من ايه او مصنوع من ايه، فالافضل ان انت تعمليه لاولادك في البيت لان مفيش اسهل من كده. دلوقتي البانيه اتضرب معايا واتفرم، حطيت كل المقادير بتاعتي: البابريكا والفلفل الاسود والنص المكعب من المرق والبيضه وكله، وابتديت ان انا اضرب. وانتي بتضربي بقى لو لقيتيها ان هي طرية جدا معاكي ممكن تضيفي نص معلقة تاني او معلقة من النشا. وبعد كده عشان اعزز اللون واخليه نفس اللون اللي بره، جبت له الالوان اللي هي الجل بتاعت الطعام دي، وهو ضفت معاها نقطتين علشان اعزز معايا اللون، لحد ما وصلت معايا ان انا اقدر امسكها وما تبقاش العجينة تعتبر سايلة معايا. جبت كيس وفتحته زي ما انت شايفة كده ودهنته بالزيت، واخدت على قد الصوبع بتاع السوسيس زي ما انت عايزاه كبير عايزاه صغير، بتعملي المقدار اللي انت عايزاه والشكل اللي انت عايزاه. انا دلوقتي حطيته في الكيس وبضطر ان انا ابرمه كده واخليه زي السوسيس اللي احنا بنشتريه من بره. وانتي بتتحكمي في السمك بتاعه، يعني لو انتي عايزاه يكون رفيع مثلا زي الصدق بتعمليه كده، عايزاه يكون اتخن شويه انتي بتتحكمي في السمك بتاعه لغايه ما بيبقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده. وبكمل برضو بقيه الكميه. ممكن ان انا اعمل واحد تاني يكون اصغر شويه، يعني الطول والحجم بتاعه ده بتاعك انتي على حسب ما انتي عايزه. وعلى فكرة لو قلتي لولادك كمان ان انتي شارياه هيصدقوكي، لان هو الطعم بتاعه مقارب جدا للطعم بتاع بره. هاخد بعد كده الكمية بتاعتي كلها انا خلصتها، هحطها في الصينية واغلفها كويس قوي بالاسترتش زي ما انت شايفة. وبعد كده في حلة فيها مية او صينية تكون فيها كوباية من المية، بحطها على النار تغلي كويس قوي والسوسيس فوقيها، يعني السوسيس ده بيستوى في بخار المية بمجرد 10 دقايق وبيكون استوى. انا طلعته قدامك دلوقتي بفك الاسترتش منه، وده بيكون الشكل بتاع السوسيس بتاعنا ونفس اللون بتاع بره وطري اهو زي ما انت شايفه. هاخده واحطه في الطبق ونقطعه معاكي. شايفه الطراوه بتاعته هو طري جدا كمان. هقطعه بقى حلقات. انتي حابه ان انتي تحطيه على بيتزا هتقطعيه حلقات كده، عايزه تحطيه في معجنات زي ما انتي عايزه. ممكن تحمريه في سمنه كده للولاد. يعني التصرف ده بتاعك، والولاد فعلا هتفرح بيه لو عملته لهم سندوتشات. طعمه خطير جدا. وبتمنى ان الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.